فهاجر معه رجل من قومه قرباتو كو إسا وجن في مدينة فاجتووا المدينة مدينة ركم نقرانا إسان قبي فمرض إيه أصابهم داء الجو يعني وهو وجه البطن ركب غراتي فمرض فجزع صبري لبي فأخذ مشاقصة أما أفريت مشاقص له فقطع بها أفريت إياه فلتي أفريت إياه أفريت إياه فلتي فقطع بها براجمه فين تقبيني في الرجل أنجر ما هم بربادو جي فخشبت يداه هرقصا يتويت حتى مات دوئه فرآه الطفيل بن عمرو في منامه طفيلين كن منامت صاحب سا حيفا جيسا أنا أركي فرآه وهيئته حسنة بفتسا بريد ودمو فرآه مغطيا يديه هركا يمور سنقا كانت ضيسيدي فقال له ما صنع بك ربك أبو ربي كما سد لك كم سقول لجيه فقال فغفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مدينة قالوا راجت تديري تيهم تنار رميين فقال ما لي أراك مغطيا يديك كنوا هالكيف لو ستاسا ماليين قال قيل لي ربي برانا أنجامي لن نصلح منك ما أفسدت واني في راجت ترتي بلز تسين سول شنو أنجانجي فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طفيل رسول الله من رسول إنجي اللهم وليديه فاغفر يا رب الكساتي ترى سانو أرارم تأتي هالكسات سنيسكا دي فما قولي فرلا أيه باب أما خلوه يفجي سيبا باب في الريح التي تكون قرب القيامة كلين ستوكم مو خديه قيامات فتوكو في بابا تقبض من في قلبه شيء من الإيمان تنقط نما قلبي سافيس إيمان نجرو وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا كلين ستوكو ربين قديس وطا يبنو ما قديس أليان من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه نعم تبقى قلبي غيس إيمان قبنديس قال أبو القمة مسقال حبة قدر فريس نبي خجل وقال عبد العزيز مسقال ذرة من إيمان إلا قبضته آخر الزمان كم من خيسام تنيبا هما ما وليا مسنيبا إرناني خمال يودين جت وان كان عن الليل أما هم من المتزيم الجنابة باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن إذا بلاني ندو ما نتقاوهم ملني دلقا خيري تجرجروا في باب وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال الصالحة دلقا قارب في قادر قمع فتنين قبل وقوع فتن يدو بلان جابان بلان النبن كقطع الليل المظلم أكا قريا كان دكنا خطاتي يصبح الرجل مؤمنا قربان مؤمنة بريبة كافرة دي صفاتا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا مؤمنة دي صفاتا كافرة بريبة دينه بفرض عرض من الدنيا دين سات دنتا دنيا قرقرنا دين سات دنتا دنيا قرقر ودي هالكنا مس ادن مس كبرسيس تكاو يبارا سكبرسيس دين قرقرو دين قرقرو نكمل دنتا جا جوان هقاجة تودا مورامر تكاو أمو وافودا تيتو موان مالك وافودا تيتو مجارتي خمسة فادي رسوبة
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بابا جبته نقباخي باب مخافة المؤمن أن يهابات عمله مؤمن صداته دلقاتي أن الرابطة حكست دوبا قال لما نزلت آيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن دواقنا سقال نبي قبت إن دواقنا أكون نبي برجلت إلى آخر الآية ثم تشوفي جلس ثابت بن قيس في بيته جسام المناقب بودي تفر منافع وقال أنا من أهل النار أول ريبدات قد انبهوا واحتبس ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي راوتره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سعديني ثابت قرتيجي فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت ثابت مالتي أشتكى هي نبي مالتي قال سعد إنه لجاري والله هي الليلة وما علمت له بشكوى هي نبو سالك ومنقب مول ملي قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سبار بعدين فقال ثابت أنزلت هذه الآيات ولقد آيات تنبوتي نبيلة اللبنا خجوهن نبوتي جين ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمو نبيتني يعني خيسنير للبو نبي رتها نبيتني فأنا من أهل النار وربدا دون صدان ديستين قبا فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة ما وربداتي مي إن ور جنتاتي إيه وبه قال حدثنا قتل بن نسير حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان ثابت بن قيس ابن شماس خطيب الانصار قرص أنصارا فلما انزلت هذه الايات بنحو حديث حماد ما هي بناوي حديث حماد هي ورقو خنجر ساجن سليمان ورقو خنجر ساجن هي خطيب الأنصار والأنصار قرص ثابت أتيت جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان لك جعفر جرجرين هذا إيه أما جعفر بن سليمان ناوي حماد بن سلمة الرد درباتنا جواني يرتجع دي جباتنا وليس في حديثه جباتو دمتن ذكر سعد بن معاذ هاي مجموع سندين سندين ثابت قصر هاي وبه حدثنيه أحمد بن سعيد بن صبر الدارمي قال حدثنا عبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن قال لما نزلت هذه الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث ولم يذكر سعد بن أنيون سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة ثابت الراء متابعة أنيون دبتنا نوم بجافر وبه قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى على سدي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآيات واقتصر حديثا ولم يذكر سعد بن معاذ سعد بن معاذ دبني وزاد قال فكنا نراه يمشي بين أذورنا رجل من أهل الجنة يا ثابت كان ثابت بن قيس
أنا دنيا رديم ورجعنا ذاته ور أمر مت أين يسيتا يا سليمان كان الله مو معتمر بن سليمان لك